أنا أقول لكم تجربة شخصية. لما حدث الغزو العراقي للكويت، أنا كنت في مصر. كنت قبل الغزو تقريبا 5 أيام هناك مع أولادي، وتميت بعد الحادثة يمكن 3 أو 4 أيام ورجعت لأبو ظبي. لكن لما حدث الغزو اليوم الثاني، عشان تفهموا إيش هذا الإنسان المصري، وأنا أشوفه ما لي حاجة يعني ما يعني لا أقول هذا مدحا فيهم أو طلبا لشيء، لا، لكن الحقيقة عايشها بنفسي. لما صار الغزو اليوم الثاني، أركب التاكسي، يقول لي الأخ من الكويت. أقول لي ليش؟ يقول لي من الكويت ما تدفع. أقول له لا، أنا من الإمارات. لا، أنت كويتي؟ هكذا الإنسان البسيط في الشارع، التاكسي، أروح للمطعم أطلب آكل، يجي يسألني أنت كويتي؟ أقول له لا مش كويتي. صحيح أنت كويتي؟ أقول له لا أنا إماراتي أدفع. طيب هذا ما في حد حدثني عنه، هذا عايشته أنا، شفته أنا، لمسته أنا من الإنسان المصري البسيط اللي في الشارع.